السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندسينا أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم النهاردة في المحاضرة الرابعة من الكورس التأسيسي لتعلم البرمجة. صورنا قبل كده 3 محاضرات، لو أنت لسه ما اتفرجتش عليهم لازم تتفرج عليهم، موجودين على يوتيوب وموجودين على المنصة، كل ده بشكل مجاني. ولازم تمتحن الكويزات، عشان مش هينفع تيجي تشوف المحاضرة دي من غير ما تكون شفت المحاضرات ولا امتحنت الكويزات. يلا بينا نبدأ محاضرة النهاردة، وهي محاضرة دسمة شويتين، فمحتاج انك تركز معايا ومحتاج منك ورقة وقلم. يلا بينا نبدأ. هنتكلم عن محور واحد بس، اللي هو ايه؟ هي الأنظمة العددية، زي العشري، الثنائي، السادس عشر. فاكر لما كنت في سنة أولى كنت بتاخد الحاجات دي؟ لو مش فاكر هفكرك وهشرح لك بالتفصيل. نبدأ كده مراجعة خفيفة على المحاضرة اللي فاتت، عشان كل المحاضرات مبنية على بعضها. يعني المحاضرة اللي فاتت لو انت ما اتفرجتش عليها بعد اذنك روح اتفرج عليها، عشان المحاضرة دي مبنية على اللي قبلها، واللي قبلها مبنية على اللي قبلها. تمام. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن البرمجة، وعرفنا ايه الفرق ما بين البرمجة ولغة البرمجة. قلنا البرمجة هي التفكير المنطقي اللي بتخلينا بس افكر من غير ما لسه هكتب اي حاجة، انما البرمجة هي الأداة اللي بتساعدني ان انا اكتب الاوامر. وشرحت لك بمثال في المحاضرة اللي فاتت، قلت لك ايه؟ انت معاك ورقة وقلم وقدامك انت عاوز ترسم رسمة، فانت الاول بتقعد تفكر فيها. التفكير ده هو البرمجة، الورقة والقلم، ولما تبدأ تكتب هي دي أدوات البرمجة بقى، اللي هي لغة البرمجة. فاحنا كده فهمنا ايه الفرق ما بين البرمجة ولغة البرمجة. تاني حاجة هي لغة الآلة، واتكلمنا ان الآلة مش بتفهم الا الصفر والواحد، اللي هو الكمبيوتر. اي حاجة بالنسبة للكمبيوتر هي صفر وواحد، مظبوط. وقلنا ان جوه المعالج بتاعنا فيه ترانزستورز، والترانزستورز دي هنشرحها بالتفصيل النهارده، ان كل الترانزستور الواحد يا فيها صفر يا واحد. اتكلمنا ان الكمبيوتر مش بيفهم اي حاجه الا الصفر والواحد، عشان يفهمنا محتاج مترجم. انت بتكتب له انجليزي، هو يفهمك ازاي؟ كلغه برمجه يعني. فاحنا عندنا المترجم، وقلنا ان المترجم بتاعنا مكون من حاجتين في نوعين، واحد اسمه كومبايلر وواحد اسمه انتربريتر، وعرفنا الفرق ما بينهم. هيبدا السؤال بتاع النهارده، لو الكمبيوتر فاهم صفر وواحد بس، وقتها هو هيعرف رقم 200 ازاي؟ يعني لما تكتب له 200 هو هيعرفه ازاي؟ او اكتب له حرف الايه، وقتها هو هيحدد اللون بتاع حرف الايه ده ازاي؟ اللون ده ازرق الوقت سماوي، هو عارف اللون ازاي؟ او الحجم بتاعه ازاي؟ ممكن يبقى صغير جدا كده، هو عارف الحجم بتاعه ازاي؟ ويلا بينا على السلايد اللي بعدها. واو ركز بقى معايا في الحته دي، عشان وقتها لو انت فهمت دي انت هتفهم الكمبيوتر بيشتغل ازاي. الانسان بيقدر ان هو يفكر ويكرر، بس بيفكر ويكرر ازاي؟ لان هو اصلا عنده مخ، اللي هو مركز التفكير. جوه المخ نفسه في خلايا عصبيه، ملايين الخلايا العصبيه. الخلايا العصبيه دي كلها متوصله مع بعض، بتتكلم مع بعض، مفيش واحده من دول بتشتغل لوحدها، كلهم متوصلين مع بعض عشان يقدروا ان هم يفكروا. وزي ما هنشوف دلوقتي في الكمبيوتر بيعمل نفس الفكره بالظبط. ازاي؟ معايا اللي بيخترعوا الكمبيوتر قال لك الانسان بيفكر ازاي؟ عنده مخ وعنده خلايا عصبيه. طب ما تيجي نعمل حاجه زيها. عملنا كمبيوتر ده اللي انت شايفه قدامك، عملنا حاجه اسمها المعالجه، اللي هو السي بي يو، اللي هو المعالج، اللي هي وحده المعالجه المركزيه، اللي انا شرحت لك قبل كده مليار مره. وقلت لك ان ده مخ الجهاز، وقلت لك ان جوه المعالج في مليارات الترانزستورز، كل ترانزستورز بيكون فيها صفر يا واحد، شرحناها قبل كده وهنشرحها تاني. وشبه ما البني ادم الخليه الواحده ما بتعرفش تعمل حاجه، لازم يكونوا كلهم متوصلين مع بعض. الترانزستورز نفس الفكره بالظبط، يكونوا كلهم متربطين مع بعض وبيتكلموا مع بعض عشان يطلعوا لك العمليه اللي انت عاوزها. تعالى ندخل جوه الترانزستور بقى. الوقت فيه اتنين، واحد اتنين، دول اتنين ترانزستورز جنب بعض. في هنا مفتاح وهنا مفتاح، المفتاح ده وصل له كهرباء، وقلنا لما يكون وصل له كهرباء يبقى ايه؟ بواحد. وقلنا لما ما يكونش وصل له كهرباء ومقفول يبقى ايه؟ صفر. كده الدايره مش موصل لها كهرباء، كده الدايره موصل لها كهرباء. دول اتنين ترانزستورز من مليارات الترانزستورز. يعني شايف احنا عملنا زوم كده وشوفنا الدنيا ماشيه ازاي. قال لك هنا الترانزستور موجود فيه مفتاح كهربي صغير، يا مقفول يا مفتوح، مفيش حاجه تانية، هو يا كده يا كده بس. وعشان كده الكمبيوتر مش بيفهم الا الرقمين دول، اللي هو يا صفر يا واحد. ده ما فيهوش كهرباء، ده فيه كهرباء. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ تعالى اشرب معايا. لازم اهم حاجه تفهم الكلام اللي انا قلته،
عشان تفهم الكلام اللي لسه هيتقال. احنا عندنا في الكمبيوتر 3 انظمه، او اللي انت هتدرسه 3 انظمه. عندك النظام العشري، ده نظام البشر. عندك نظام الثنائي اللي هو نظام الكمبيوتر اللي الكمبيوتر بيفهمه. عندك النظام الثالث هو النظام السادس عشر، ده اللي بيفهمه المبرمجين. واحده واحده بقى تعالى نمسك جزء جزء كده ونتكلم عنه. هنسأل نفسنا سؤال، هو البني آدم بيعد ازاي؟ والكمبيوتر بيعد ازاي؟ احنا كبشر عندنا 10 اصابع بنعد بيهم. اول ما البني ادم كده يفكر ازاي يعد، فشاف كده انا عندي 10 صوابع، انا هبدا اعد عليهم. وعشان كده سمي النظام ده بالنظام العشري. عندنا 10 صوابع اهو، 10 صوابع البني ادم. الكمبيوتر لا يا باشا، انا عندي مفتاح واحد بس، يا صفر يا واحد. تمام؟ ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك الانسان اتعود ان هو يعد بال10 صوابع، عشان ده اللي هو فاهمه، ده اللي عارفه زمان، وعشان كده طلع لنا نظام اسمه العشري. الكمبيوتر بقى عنده مفتاح يا بحالتين، يا بصفر يا بواحد. النظام ده مش احسن من النظام ده، ولا النظام ده احسن من النظام ده، الاتنين اصلا بيطلعوا نفس القيمة، ولكن لكل واحد له نظامه وكل واحد له قواعده، وهنشرح كل ده دلوقتي. بص يا فندم، قلنا دلوقتي احنا عندنا بنعد بال10 صوابع. بنبدأ ازاي؟ بنبدأ من الصفر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هو في ارقام تانية نقدر ان احنا نكتبها؟ انت تقول لي لا انا عايز يا عم 99. ما 99 دي تكرار التسعة، 9 و9. عايز اكتب 56، الخمسة اهي والستة اهي. في ارقام تانية اكتر، ما هو انت مهما تكتر بالارقام، لو كتبنا مليون 6 اصفار بقى وكملنا، معاها الواحد ومعاها الاصفار، فال10 واحد ومعاها الصفر، بنفتح خانة جديدة. انت كده النظام العشري مكون من 10 ارقام من الصفر لغاية ال9. ده النظام العشري. النظام العشري مكون من صفر لغاية 9. وعرفنا ليه؟ ان البشر بيعدوا على صوابعهم ال10، بيبدأوا من الصفر وبيخلصوا عند رقم 9. اي رقم بعد كده ده رقم مركب، يركبوه كله في بعضه، مكون من ال10 ارقام دول. فين بنستخدم النظام العشري؟ قاعد مع نفسك كده وبتقول احنا بنستخدم النظام العشري ازاي؟ وهو ليه سهل؟ ما هو سهل عشان انت متعود عليه من صغرك. انت كبشر عارف انك بتعد الارقام بتاعتك ازاي. اول حاجه الفلوس والحسابات. عايز تدفع اسعار، تقول ده ب 500 جنيه، ده ب 400 جنيه. رحت للبقال قلت له انا عايز كذا وكذا وكذا، قال لك دي ب 50 ودي ب 100 ودي ب 50، لما تجمعهم هيجيب لك 200 مثلا. فده ارقام عاديه ما فيهاش اي مشاكل. عندك تاني حاجه، عندك الدرجات والقياس. الدرجات بتاعتك في الامتحانات، طولك كام، وزنك كام. عندك تالت حاجه في الحياه اليوميه بقى، في اي حاجه، اي ارقام، اي رقم هو مكون من ال10 ارقام اللي انا قلت لك عليهم. صح؟ صح. وعشان كده احنا فهمنا النظام بتاعنا هو النظام العشري، عشان عندنا 10 ارقام من الصفر لغايه ال9. وده النظام الوحيد اللي احنا بنستخدمه، لان النظام ده اللي احنا عارفينه. نيجي كده على شويه تمارين عشان نخلص خالص النظام العشري. قال لك هنا ايه؟ كم رمز عندنا في النظام العشري؟ اكتبهم كلهم. احنا عندنا كم رمز او كم رقم؟ 10. طيب هنبدأ بايه؟ بيقول لك اكتبهم كلهم. نيجي كده، هو الصفر، الواحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعة، الخمسة، الستة، السبعة، الثمانية، التسعة. نكمل 10. خلاص 10 أرقام اهو. احنا كده جاوبنا على السؤال ده. قال لك هنا الرقم 9 لو زودنا عليه 1 نكتبه ازاي وليه؟ رقم 9 زائد 1، الإجابة هي 10. هل في رقم تاني بعد ال9 لأنهم 10 أرقام؟ لا، بس هم رقمين مندمجين، اللي هو الصفر بعد كده الواحد، جبنا الواحد وفتحنا خانة جديدة وكتبناه. تعال نشوف الإجابات بتاعتنا صح ولا لأ. أول حاجة عندنا نظام الرموز بتاعتنا من الصفر لغاية ال9، وعشان كده اسمه النظام العشري. تاني سؤال، لما قلنا بعد ال9 ايه لو زودنا عليه 1، قال لك الرمز خلاص احنا ما عادش فيه رموز تاني بعد ال9، وبعد كده انت بتفتح خانة جديدة عشان تقدر انك تزود الرقم اللي انت عاوزه. احنا كده خلاص خلصنا النظام العشري، انت فهمته. النظام العشري هو نظام البشر، بنعد من الصفر لغاية 9. الحسابات فيه سهلة وبسيطة ومن غير اي مشاكل. التوبيك ده بقى مهم جدا، وده اللي احنا هنركز عليه بعد كده. الكمبيوتر بيعد ازاي؟ احنا فهمنا النظام العشري بيعد ازاي، يلا بقى نشوف الكمبيوتر بيعد ازاي. قلنا اللمبة لما تكون مولعة او مفتوحة
بيبقى بواحد. قلنا ان ما يبقاش في كهرباء او اللمبه مطفيه يبقى بصفر. كده الكمبيوتر عارف ومش فاهم الا الصفر والواحد بس، يا اللمبه مطفيه يا اللمبه منوره، شكرا. ما عندوش بقى ولا 2 ولا 5 ولا 9. الخانات ده اصلا مش فاهمها ومش عارفها، لان ده نظام عشري انت اللي عارفه بس، لان هو مش عارف الا الواحد والصفر. والصفر والواحد بيسموا ببت، دي بت ودي بت. الواحد ببت، الصفر ببت. واو واو واو، ركز معايا. بص يا سيدي، الموضوع ده مهم قوي قوي. مش احنا قلنا النظام العشري بيتعدي ازاي؟ ما تيجي بقى لنظام الكمبيوتر بقى بيعد ازاي وبيفهم ازاي. تعالى كده نفتح صفحة جديدة وسيبك من كل الكلام ده ونفهم واحدة واحدة. دلوقتي احنا عندنا 1 0 1 1 يا سيدي. ده نظام ايه؟ قلنا ايه؟ ثنائي. وعرفنا برضو ان هو ثنائي منين؟ عشان الاتنين دي الاساس بتاعنا هو 2، فلما يبقى باين هنا 2 ومكتوبة هنا 2 تعرف ان ده نظام الثنائي. مظبوط؟ مظبوط. ركز بقى معايا في الحته دي. هنيجي كده احنا عايزين نشوف ده مكتوب بالباينري اللي هو النظام الثنائي، عايزين نشوفه بقى النظام العشري. هنيجي كده عليها ونكتب فوق 1 2 4 8. ايه الارقام دي يا باشمهندس؟ انا مش فاهم اي حاجه، يعني انت بتكتب دول بالنيابه عن ايه؟ بص يا سيدي، احنا عندنا لو كتبت واحد مضاعفات الواحد ايه؟ يعني ايه مضاعفاتها؟ اضربها في 2. 1 في 2 بكام؟ ب2 يا باشمهندس. مضاعفات الاتنين بقى 2 في 2 بكام؟ ب4. طيب الاربعه مضاعفاتها ايه؟ 2 في 4 بكام؟ ب8. ال8 مضاعفاتها ايه؟ 16. ضربنا 8 في 2 ونكمل بقى نقعد نضاعف في الرقم. مش بنضاعف، احنا بنضربه في 2 مضاعفات الرقم نفسه. يعني 16 32 64 128 وهكذا بقى. براحتك، عيش عيش عيش. انا مش محتاج منك غير الاربعه دول بس. نمسح دول، نمسح دول. 1 2 4 جبناهم منين؟ 1 المضاعفات بتاعته 2، الاتنين مضاعفاتها ايه؟ 4، الاربعه مضاعفاتها ايه؟ 8. بص بصمجه، اقول لك ايه اكتر من كده؟ انا فهمتها لك اهو بصمجه. 1 2 4 8. طب انت قلت لي وشرحتها احنا بنستخدمها في ايه؟ ده هنستخدمها في المسائل بتاعتنا والتحويلات بتاعتنا. فهمنا الحته دي؟ قال لك هنكتب من على اليمين 1 هنضربها في 2 اللي هي مضاعفتها يبقى 2، هنضاعف الاثنين يبقى 4، هنضاعف الاربعه يبقى 8. محتاج منك دول بس. قال لك هنا ايه؟ لو زودنا 5 يبقى 16، لو زودنا بعد كده يبقى 32. 32 مضاعفتها بقى 64 128 256 512 وعيش بقى. مظبوط؟ ندخل بقى على اللي بعدها عشان تفهم اكتر احنا دي ليه عملناها كده. بص بقى يا سيدي، ده الترانزستور اهو، او دي اصفار قدامك. لسه برضو بنشرحها اكتر، يعني بنشرحها اكتر عشان اديك المثال الكبير واديك التحويلات. عندك هنا 0 0 0، اعتبر ان ده 1 1 1 0، الحاجات دي كلها. قلت لك ان احنا دول مش محتاجينهم، احنا محتاجين بس اول 4 دول. لا، دي حاجه اسمها الوزن، انا بوزن لسه. تيجي بقى ناخد الجزء ده ونكتبه تحت ونفصصه حته حته. لما بتيجي تكتب الباينري بتكتبه من الشمال لليمين. تيجي هنا من الشمال 1 1 0 0. الوزن بقى اللي احنا قلنا عليه بنكتبه بقى من اليمين للشمال. قلنا هنكتب فوق 1، كمل معايا 2، كمل معايا 4، مضاعفات الاربعه كام؟ 8. وطبعا بعد كده كتير جدا بس مش مكرر علينا، فاحنا محتاجين دول بس. اسأل نفسك سؤال، هو انا ليه عرفت 1 و2 و4 و8 وبقيه الاعداد التانية؟ كل ده عشان تقدر انك تحول ما بين الانظمه. يعني ايه تحول؟ انت عندك النظام الثنائي اللي هو الزيرو والواحد، عايز تشوفه بالنظام العشري، انت عايز تفهمه، عايز تقراه. وقتها احنا بنكتب الاوزان دي. تعال نحل سؤال بسيط اشرحه لك، ولسه في امثله تانية كتير. بص يا باشمهندس، احنا بنستخدم بقى الوزن اللي احنا قلناه 1 و2 و4 و8 دول في ايه؟ ركز معايا. احنا عندنا هنا 1 1 0 1. الرقم ده عشري ولا ثنائي؟ حلو، انت جاوبت قلت لي ثنائي. ليه؟ مش عشان 0 و1 يعني ده كده كده، بس اهم حاجه عندنا الاساس بتاعنا 2.
مظبوط مظبوط. قال لك يا باشا انا عايز اشوفه لعشري. هناخد الاربع ارقام دول ونجيبهم هنا ونكتب الاساس بتاعنا زي ما قلت لك 1 2 4 8 ونشد خط. نستخدم لون تاني. بص احنا بنستخدم بقى الوزن هنا ليه؟ عشان احوله لنظام عشري اقدر ان انا اقراه كبني ادم. فاول ما بتشوف المساله دي كده اي حاجه فيها صفر بتشيلها خالص، مش عايز اشوفها. نشوف بقى الارقام اللي فيها واحد. واحد ده هنا. نشوف فوق ايه مكتوب ايه. مكتوب هنا واحد، ناخد الواحد زائد الواحد دي فوقها ايه؟ 2 يبقى 2. واحد دي فوقها ايه؟ 8 زائد 8. نجمعهم 8 زائد 2 10 واحد 11. عرفت دي القيمة بتاعتها ايه؟ 11 بالنظام العشري. يعني شايف الباينري اللي هو النظام الثنائي اللي هو 0 و1 اللي انت ما كنتش فاهمه دلوقتي بقيت فاهمه لان بقى 11. احنا حولنا من النظام الثنائي للنظام العشري بالايه؟ عملناها بالوزن اللي احنا كتبناه فوق. تيجي نحل سؤال تاني. تعال نحل سؤال تاني. نحوله لنظام عشري. نعمل ايه؟ ناخد الاربع ارقام دول تاني. تعال نمسح دي ونكتب 1 1 1 0. دول اربع ارقام اللي هم الاربعه بيتس. نكتب ايه فوق؟ 1 شاطر، بعد كده 2، بعد كده 4، بعد كده 8. اول ما نشوف صفر نمحيه، مش عايز اشوفك بعد اذنك. نغير اللون ونحل. الواحد دي فوقها ايه؟ 1. حط لي الواحد اللي هو ده زائد الواحد التاني ده فوق ايه؟ 2. الواحد التالت ده فوق ايه؟ 4. اجمع لي الاعداد دي يا باشا، هيطلع لك كام؟ 4 و2 6 و1 7. يبقى الرقم ده تحويله من النظام الثنائي للنظام العشري 7. انت كده فهمت؟ ده انا كده لسه بسخن معاك، ده واحده واحده كده هنبدا بقى نتكلم في تفاصيل ومسائل اكتر. والحته دي انا بس بفهمك احنا ليه عملنا الوزن اللي هو ده. الوزن بتاعنا ايه؟ 1 2 4 كام؟ 8. دول اللي انا عايزهم منك دلوقتي. يلا بقى ايه؟ نشرح السلايد بتاعتنا. شفت انا ما حفظتكش حاجه، بس لو انت قرات دول بس كده تبدا تحفظ. تعال نبص عليها. تعال نبص عليها. احنا دلوقتي عندنا رول اللي هي قاعده، زي مثلا ما بتذاكر فيزياء او بتذاكر رياضه يقول لك المدرس بتاعك ذاكر القاعده دي، احفظ القاعده دي. انا ما حفظتكش حاجه. تيجي بقى نشوف الكلام الحفظ. انت مش هتحفظه، احنا فهمناه خلاص. قال لك اول خطوه عندنا اكتب الوزن فوق الرقم. احنا عندنا 0 1 0 1. نكتب الوزن فوق اللي هو 1 2 4 8. بعد كده ايه؟ قال لك شيل اي حاجه فيها صفر، اللي تحتها صفر اللي هو الصفر ده نشيل ده خالص، مش عايزينه. مظبوط. بعد كده قال لك ايه؟ اجمع اللي فاضل. ايه اللي فاضل؟ الاتنين زائد التمانية. الاجابه 10. انا ما حفظتكش، انت اللي بتحل. مظبوط. يلا نكمل. مساله تانية محلوله، وهنبدا نحل في مسائل كتيره قوي. مثال محلول. عندك الرقم ده عرفنا منين ان هو ثنائي؟ يعني هو اصلا ما قالكش، قال لك مثال محلول 1 0 1 2 حوله لعشري. عرفت منين؟ عشان الاساس بتاعك. نحول الرقم ده لعشري. عملنا ايه؟ عملنا هنا نكتب 1 0 1 1 اللي هو ده. نكتب فوق ايه؟ الوزن بتاعه اللي هو 1 2 4 8. اول ما نشوف صفر نشيله خالص. نشوف بقى ايه الوحايد بتاعتنا. الواحد ده فوق 1 ننزل الواحد ده. الواحد ده فوق 2 نزل لي الاتنين. الواحد ده فوق 8 نزل لي ال8. هتجمع كله مع بعض هيطلع لك 11. وطبعا مهم قوي ان احنا نكتب الاساس بتاعنا، لان لو ما كتبناش الاساس بتاعنا المصحح هيشوف انك كاتب كده، هيقول لك يا باشا انت كاتب اصلا باينري اللي هو النظام الثنائي، عشان تفهمه انك عارف تكتب النظام العشري. لان ممكن اكتب 11 برضو بس بالنسبه لك يعني وتكتب 2. الفرق ما بينهم كبير قوي. ده نظام عددي وده نظام عددي. صح يا باشمهندس؟ ركز معايا في الحته دي عليك ما تنساها، لو نسيتها انا هاجي اجري وراك. ما تنساش الحته دي. احنا كده عرفنا وحلينا
كام سؤال كده ازاي تحول من النظام الثنائي للنظام العشري. حلو. انا بقى جيت وكتبت للكمبيوتر رقم عشري، ازاي هو هيحوله للنظام الثنائي؟ واحده واحده. قال لك هنا انت عندك هتكتب 13. تعالى نحلها احنا براحتنا، مالناش دعوه بده خالص. ممكن تبعدي بعيد بعد اذنك. يعني انت عايز تكتب حاجه للكمبيوتر، عايز تكتب له رقم، ازاي هو يفهمه؟ فتسال نفسك سؤال كده وتقعد، انا كده بحول من النظام العشري للنظام الثنائي. تعال نحول اي رقم، نقول 11 ونكتب هنا كام؟ الاساس بتاعنا 10 اللي هو العشري، عايزين نحوله للنظام ثنائي. عارف الخطوات اللي احنا كنا بنحل بيها؟ هنعملها تاني بس بشكل مقلوب شويه. ازاي؟ احنا الوقت عندنا 11، هنكتبها كده ونيجي نعمل هنا فوق 1 2 اللي هو الوزن بتاعنا، 2 3 3 يا باشمهندس، 4 8. اوعى تغلط، اوعى تغلط. مظبوط؟ نسينا حاجه ما ينفعش انساها. اسال نفسي سؤال هنا، واقف عند ال11 دي وبص لها قوي. ايه الارقام اللي لو جمعتها مع بعض يدونا 11؟ بس دول ارقام ايه؟ الارقام دي عندك مجموعه من الارقام، ارقام هنا وارقام هنا. ال11 ده احنا عايزين نحولها لباينري. واحده واحده عشان تحل السؤال ده. هتيجي تبص من هنا، هل ال11 جواها 8؟ يعني عندنا 11 مكونه من 8 وشويه ارقام تانية. هتقول لي ايوه يا باشمهندس، يبقى ناخد دي نعمل عليها 1. هل لو جمعت ال8 زائد ال4 هيدينا 11؟ الاجابه لا، يبقى 0. مظبوط؟ مظبوط. ال8 زائد ال2 بكام يا باشمهندس؟ 8 9 10. طيب هل بيساوي 11؟ مش بيساوي 11 بس لسه جوه ال11، يبقى نعلم عليها 1. نيجي للواحد الاخير وانت جاوبت عليها، مش احنا كان معانا 10؟ لو زودنا عليها 1 يبقى كام؟ يبقى 11. مش فاهمني صح؟ نشرح سؤال تاني. بص عشان تجمع معايا نخترع ارقام. تعالى نقول 10 عايزين نحولها من النظام العشري للنظام الثنائي. ناخد ال10 بتاعتنا كده في جنب، نحطها هنا ونكتب بتاعتنا ال1 ال2 ال4 ال8 ونبص من الشمال. ال10 جواها 8، هتقول لي ايوه يا باشمهندس، يبقى نكتب فوقها 1. 8 زائد 4 هل هيدونا 10؟ لا اكتر يا باشمهندس، يبقى 0. 8 زائد 2 ب10 يا باشمهندس، احنا كده وصلنا، يبقى 1. يبقى كده مش محتاجين الواحد في اي حاجه خالص. يبقى كده ال10 في النظام العشري بتساوي 0 1 0 1. فانت كده لما تكتب للكمبيوتر 10 يروح الكمبيوتر الجميل محولها لك لكده. وطبعا ما تنساش هنا الاساس بتاعك اللي هو ال2. تعال نشرح مثال ثالث. تعال نشرح مثال بسيط قوي. 8 تعرف تحلها؟ عايزين نحولها من النظام العشري للنظام الثنائي. نقف هنا وقفه بسيطه ونكتب ال8. نروح هنا كاتبين الوزن بتاعنا 1 2 4 8. نيجي برضو من الشمال نبص عليها، هل ال8 بيساوي ال8 او هي جوه ال8؟ هتقول لي ايوه يا باشمهندس، هقول لك 1. الحمد لله. طب ما تيجي تجرب انت كده حاجه. خلاص احنا فهمناها ان الباقي بكله صفار. ليه؟ تعالى نجمع رقمين او نجمع 3 ارقام مع بعض، او تعالى نجمع هنا اي ارقام مع بعض يدونا 8. مش هتلاقي. تعال 1 زائد 2 ب3، 3 و4 7. مش هينفع. 4 زائد 2 بكام يا باشمهندس؟ ب6. 6 زائد 8 مش هينفع. فكده الارقام اللي موجوده لو جمعتها مع بعض مفيش اي رقم موجوده اللي هو ال8. يبقى كده عندك 1 0 0 0. احنا مش محتاجين الباقي. فكده ال8 في النظام العشري بيودينا للنظام الثنائي وبيقول لنا ان هو هيكون بالشكل ده. وبشرحها لك كويس، بقول لك ابدا من الشمال، شوف العدد ده جواه ولا لا. جواه خده معاك ب1. تبدا العدد اللي بعده اللي هو عندك هنا ال4، هل معاك ولا لا؟ لو معاك اعمل 1، لو مش معاك شيله. تمام يا باشمهندس؟ يعني ما تبداليش من اليمين او ما تبداليش تقعد تجمع من النص، لا، ابدا الاول من ال8. ال8 معاك اعمل 1. ابدا من ال4 معاك، ولو جمعتها الدنيا تمام وهتشتغل
اعمل واحد، دخلت بعد كده على الاتنين، هل هتجمع معاك ولا لا؟ لو اتجمعت حط واحد، لو ما اتجمعتش تحط صفر، ومعاك الواحد برضو لو اتجمع حط واحد، ولو ما اتجمعش تحط صفر. انت كده عرفت ازاي تحول ما بين الثنائي الى العشري ومن العشري للثنائي. خلاص، ده احنا بقى تعالى بقى نشوف بقى المسائل اللي موجوده التانيه. طبعا المحاضره دي موجوده في المنصه، تقدر انك تنزلها وتراجع على كل الكلام اللي انا بقوله لك ده. قال لك احنا هنا عايزين نكتب 13 بالثنائي، قال لك ال 13 دي 10 عايزين نحولها ثنائي. نعمل ايه؟ قال لك نكتب الوزن بتاعنا الاول 1 2 4 8. تمام؟ تمام. نيجي بقى كده نقف على ال8 ونشوف هل هي جوه ال 13. هتقول لي ايوه يا باشمهندس، يبقى نكتب واحد. ندخل على اللي بعدها، هل الاربعه مع ال8 يدونا كام؟ 12 يا باشمهندس، يبقى نكتب واحد. ما معانا احنا دلوقتي معانا 12، لو جمعت عليها 2 هل هتبقى معانا يا باشمهندس؟ لا، لان احنا اصلا عايزين 13. احنا كده معانا 12. نروح للي بعده، انت معاك واحد، 1 و12 كام؟ 13. يبقى احنا كده عندنا 1 1 0 1. وبكده الرقم اللي هو 13 ده بالنظام العشري يعني 1 1 0 1. حلو الكلام؟ حلو الكلام. دلوقتي احنا بنستخدم النظام الثنائي في ايه؟ وقلتها لك كتير وبقولها لك تاني. قلنا ان النظام الثنائي ما بيشتغلش الا جوه المعالج بس، جوه الترانزستور، يا صفر يا واحد اهو. قلنا ان هو بيشتغل اي حاجه بقى في الكمبيوتر، في الذاكره والتخزين. معاك فلاشه، الداتا بتتفهم ازاي، معاك فيديو، معاك لعبه، كلها صفر وواحد. الكمبيوتر مش بيفهم الا كده بس. نقل البيانات، الواي فاي، الانترنت، اي حاجه صفر وواحد. اي حاجه فيها كمبيوتر بالصفر والواحد، وبيحصل فيها العمليات اللي انا قلتها لك من شويه. انت كده داخل جوه الكمبيوتر وبتعوم فيه، وبفهمك الصفر والواحد احنا بنستخدمها في ايه. ما جبتش حاجه من عندي، قال لك اي حاجه انت بتشوفها، فيديو، رساله، صوت، اي حاجه، هي في الاخر شويه صفوف كتيره جدا ما بين الصفر والواحد. تعال بقى نحل شويه مسائل كده وتجاوب معايا. بص انا واقف كده اهو، ممكن توقف الفيديو وتبدا تحل، يا تصورها سكرين شوت وتحل. انا عايزك تحل معايا، انا مش عايز انا احل وخلاص، انا خلاص شرحت لك. يلا انا اعتبر انك وقفت وخلاص وبتحل. حليت؟ تعال نراجع الحل اللي انت حليته. قال لك حول لي هنا ما بين النظام ده الى النظام العشري. عرفت ان هي النظام ده ازاي، او ده ايه اصلا؟ نظام ثنائي عشان عندي هنا 2. تمام؟ نيجي هنا نكتب الرقم بتاعنا ده نظام ثنائي. نعمل ايه؟ قلنا هنعمل ايه؟ قلنا هنعمل اول حاجه الوزن. تعال بس نقول ان ده عايز يتحول للنظام العشري. نيجي هنا نحط 0 1 0 1 ونحط الوزن بتاعنا 1 2 4 8. اي حاجه فيها صفر هنشيلها. نجمع الرقمين اللي موجودين فوق اللي فوقهم وحايد. 2 زائد 8 بيساوي 10. ينفع نسيبها كده لوحدها؟ لا يا باشمهندس، عشان انت قايل لنا ان احنا نحط الاساس بتاعنا. تمام يا باشمهندس؟ تمام يا باشمهندس. احنا كده حلينا اول سؤال. انت حليته كده صح؟ انا متاكد انك حليته كده. السؤال اللي بعده بيقول لك حول لي الرقم ده اللي هو الثنائي الى العشري. نكتبه برضو، نحل على طول بقى. قال لك هنعمل ايه؟ نكتب الاول ارقام بتاعتنا. هل فين اصفار نشيلها؟ مفيش اصفار نشيلها، مش مهم، لان حلو جدا. ما احنا كده فاهمين، قلنا ايه؟ لو في اصفار هنشيلها، لو مفيش اصفار مش هنشيلها خالص. نروح حاطين خط الجميل بتاعنا كله وحايد، يبقى هنجمع كل الارقام اللي فوق سوا. واحد فوقها ايه؟ 1 2 زائد 4 زائد 8. اجمع. معاك آلة حاسبة ولا نحسبها؟ 4 و8 كام؟ 12. 12 و2 14 و1 يبقى 15. وما ننساش الاساس بتاعنا يا باشمهندس. تيجي بقى على اخر سؤال خالص، بيقول لك حول التسعة النظام العشري الى النظام الثنائي. ناخد التسعة بتاعتنا على جنب ونيجي هنا نقول ايه؟ 1 2 4 8. مظبوط؟ مظبوط. هنشوف التسعة جوه ايه هنا؟ انت بتقول ان هي والله جوه ال8، يبقى نحط 1. لما نجمع 8 مع 4 هيدونا 9. الاجابه لا يا باشمهندس، ونحط 0. طب زائد 2 8، معانا 8 خلاص اهي. اجمعها مع 2 هيدينا 9. لا يا باشمهندس، هيدينا 10.
نحط صفر. طب 8 زائد 1 هيدينا 9، يبقى نحط 1. يبقى نشيل كل ده خالص ومعانا الرقم ده هو الثنائي، يبقى بيساوي 1 0 0 1. انت ما حفظتش اي حاجه، انت بتفهم بس. نشوف الحل. نشوف الحل زي ما قلنا بالظبط، لسه حلنا عشان ما تنساهاش. احنا نسينا الثنائي ولا ما نسيناهاش؟ اوعى، انا نسيتها همسك نضربني. اوعى انت تنساها. ده الحل بتاعنا. الحل ده انت حلته صح، انا حلته صح، ركز معايا. تيجي بقى على اخر حاجه في المحور بتاع النهارده وفي المحاضره بتاعت النهارده، هو النظام السادس عشر اللي هو الهكساديسيمال. فاكر لما كنت قلت لك ان احنا بنستخدمه كمبرمجين وكده ولا مش فاكر؟ مش فاكر لان دي كانت في اول حلقه. واحده واحده تيجي نطلع، مش مهم قوي يعني، واشرح لك انا بالكتاب. النظام العشري بيتكون من ال10 ارقام من الصفر لغايه التسعه، وعندك النظام الثنائي بيتكون من الصفر والواحد. النظام السادس عشر ده بيتكون من ايه؟ سادس عشر يبقى 16 رقم. هل هم 16 رقم؟ لا، هم 16 رمز. بيبدأوا ازاي؟ عندنا صفر 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طب ما لسه في باقي يا باشمهندس، ده انت لسه قايل لي 16 دلوقتي، انت كده عامل بس 10 ارقام. هل نكمل ونقول 10 11؟ لا، النظام ده مختلف، لان اصلا احنا قلنا ايه؟ ان ال10 وال11 هم مكونات ال10 ارقام دول. فالنظام السادس عشر قال لك يا باشا، اول ما تعدي التسعه هنبدا بالحروف الانجليش بتاعتنا: الاي، البي، السي، الدي، الاي، والاف. دول 16 رقم، رمز مش رقم. دول 10، دول 11 12 13 14 15 16. يبقى من اول التسعه انت بتكتب الرموز بتاعتك اللي هو الاي بي سي دي اي اف: 11 12 13 14 15 16. ده النظام السادس عشر. فانت كده لما يجي لك سؤال يقول لك النظام السادس عشر بيبدأ منين وبينتهي فين، هتقول له والله هو بيبدأ من الصفر وبينتهي لغاية الاف. مش هتكتب لي 16، لان من بعد التسعة بتكتب الحروف انجلش: اي بي سي دي اي اف. بس مش عايز اي حاجة تاني. فهمتها؟ فهمتها. تعال نشوف السلايد واشرح لك بقى اكتر عنها. اهو قال لك في 16 رمز من الصفر للتسعة، بعدها 6 حروف. قال لك الصفر لغاية الاف، وكتب لك ارقامهم تحت، وكتب لك الباينري سيستم بتاعهم تحت، اللي هو ده 0 0 ده 1، الارقام والتحويلات بتاعتهم. هل تحفظهم؟ لا، لازم تفهموا وبتحفظوا بقى اللي هو من الصفر لغاية الاف. مش محتاجة حفظ، الموضوع سهل وبسيط. هتسأل نفسك سؤال: هم ليه اخترعوا ده اصلا؟ ما كان الباينري بيقضي الغرض والدنيا زي الفل. قال لك ان النظام الثنائي طويل ومتعب. دول 8، بس لو حولتهم للسادس عشر هيكونوا سهلين قوي، هيتكتبوا بس الرمزين. قال لك خد بس اول 4 دول، شوف هم هنا فين في الجدول، اللي هو 11 0 1 دي 1 1 1 0 اللي هي الايه. فقال لك كده دول بيساوي كده، بس بدل ما تكتب 8 اختصرتهم في 2. اللي انا قلته لك الوقت ده انت محتاج انك تعرفه وتحفظه قوي الكلام ده؟ لا، انا عشان اشرحه لك تاني بعد كده واقول لك الارقام دي تجيبها ازاي وتكتبها ازاي. دلوقتي في حاجه صغيره احنا هنحتاجها قوي 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 في التحويل. مش احنا كنا شرحنا ما بين النظام الثنائي ازاي تحوله للنظام العشري والعكس؟ ده برضه احنا عايزين نحوله، وهنحوله برضه للثنائي. نعمل ايه؟ لو مشيت باستراتيجيه معينه كده وشفت دي كده هقول لك والله لازم تحفظها، بس انا مش هخليك تحفظ، انا هخليك تحل، عشان انت لازم تحفظ دول، بس ما مش هخليك تحفظهم اللي هم الارقام دول. هنعمل ايه؟ نيجي كده في حاجه بسيطه جدا، والجدول ده، الجدول الجميل ده تعالى نكتبه احنا. والجدول ده لما كنا بندخل المواد اللي كان فيها التحويلات والحاجات دي كلها في حاسبات ومعلومات، كنا اول ما بندخل الامتحان
نروح عاملين الجدول ده، نروح حاطين في هامش كده ونكتب الجدول ده، لان الجدول ده مهم جدا بالنسبه لنا وبيختصر علينا وقت. بص يا سيدي، انت عندك هنا 3 حاجات: العشري اللي هو النظام العشري اللي هو من 10، النظام الثنائي اللي هو الصفر والواحد، والنظام السادس عشر. تعال نكتبه: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. احنا كده كتبنا النظام العشري مظبوط. سيب دي خالص وتعالى للنظام السادس عشر. قلنا بنبدأ منين؟ من الصفر وبنخلص لغاية الاف. يبقى نكتب 1 ايه؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. قلنا أول ما بنعدي التسعة بنعمل إيه يا باشمهندس؟ حرف ال A B C D E F. احنا كده ما عادش الا ناقصنا حاجة واحدة بس. كتبنا العشري، كتبنا السادس عشر. احنا عايزين نكتب الباينري اللي هو الثنائي. سهلة قوي. فاكر لما قلت لك ان احنا عندنا 1 مضاعفاتها 2 مضاعفاتها 4 مضاعفاتها 8؟ هنحتاجها هنا بس مش قوي. بص يا سيدي، هي بصمجة شوية، لها طبعا أسس وحاجات وبنشرحها في حاسبات ومعلومات، بس دي اللي بنخش في الامتحان نحلها. وانت هتعمل كده. نعمل ايه؟ احنا هنا نبدأ الأول ب8. عايزين نكتب 8 أصفار 8 وحايد على الشمال اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8. كتبنا 8 أصفار، تعال نكتب 8 وحايد. 1 2 3 4 5 6 7 8. حلو، خلصنا من دي. نيجي على اللي بعدها 4، نكتب 4 أصفار و4 وحايد، وبعدها 4 أصفار وبعد كده 4 وحايد. 4 أصفار 1 2 3 4. 4 وحايد 1 2 3 4. نكرر تاني 4 أصفار 1 2 3 4. نكرر تاني 1 2 3 4. حلو، حلو قوي، خلصنا من 4. نيجي على 2، نعمل ايه؟ نكتب صفرين وبعد كده واحدين، صفرين وبعد كده واحدين، صفرين واحدين، صفرين واحدين، صفرين واحدين، صفرين واحدين. خلصنا من 2. انت فهمت هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نيجي على 1 نكتب 0 و1، 0 و1، 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. اول ما بنخش الامتحان بنروح عاملين دي. انت كده فهمت التحويلات اللي عندك اللي هم 16 رقم. العشري بيتحول ازاي لثنائي، والثنائي بيتحول ازاي لعشري، والعكس. كل حاجه انت خلاص بصمجتها عرفتها. بس احنا بنستفاد دي اكتر عشان ده. انت طبعا هيكون عندك في المقالي ولازم تمتحن وتكتب كتابه، فانت لازم تفهم. سيبنا من الكلام، انا خلاص قلت لك احنا بنكتبه ازاي. هو موجود عندنا اهو بخط احسن وارقى. عندك النظام العشري بيبدا من 0 لغايه 15. قلنا في النظام الثنائي هنعمل ايه؟ نكتب الوزن بتاعنا 1 2 4 8. نكتب ايه؟ 8 اصفار 8 وحايد. خلصنا، كتبنا 16 رقم. ندخل اللي بعده. خلاص احنا عملنا دي. 4 اصفار 4 وحايد، 4 اصفار 4 وحايد، 4 اصفار 4 وحايد، ال 16 رقم. خلصنا. اللي بعده 2 صفرين وحدين، صفرين وحدين اهو، صفرين وحدين، صفرين وحدين. درب نفسك، درب نفسك. نيجي بقى على اخر واحد 0 1 0 1 0 1 0 1. خلاص خلصنا كده. احنا خلصنا من النظام الثنائي في الجدول ده. نروح السادس عشر من الصفر لغايه الاف. لو شفتك كتبت 10 هجري وراك. بص، اللهم بلغت اللهم فشل. ده احنا عرفنا. والجدول ده احنا نستخدمه في ايه؟ تعالى بقى نستخدم الجدول بقى، وتعالى نحول بقى، وتعالى نعمل شغل، تعالى نحل مسائل. سألك سؤال قال لك ازاي نحول من النظام الثنائي الى السادس عشر. يا باشا من الجدول بقى. ازاي بقى يا باشا؟ قال لك ان احنا هنحول النظام الثنائي ده للنظام السادس عشر. انت عندك 8 بت، هم يكونوا 4، بس انا جايب لك مثال كبير على فكرة. هنقسم دول حتتين، 4 هنا 4 هنا. نيجي على الشمال نشوف دول 1 1 0 1. نبص عندنا في الجدول هنا 1 1 0 1 1 1 0 1. تنزل 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 تلاقيها هنا اهي.
مكانها ايه؟ الدي. انت كاتب الجدول ومذاكر. اللي بعده 1 1 1 0. نبص عندنا هنا 1 1 1 0 1 1 1 1 اهو الاي. يبقى بعد كده الاي، لان اصلا احنا جايبينه من الجدول. الموضوع بسيط وسهل، وهديك مسائل تانية وانا هديك مسائل وهنحل سوا. نعكس بقى السؤال، بيقول لك ازاي بقى نحول من السادس عشر اللي هو ده الى الثنائي. دي اسمها هكسا، عشان المفروض اسمها هكسا ديسمال. تمام؟ قال لك احنا هنا عندنا الخمسة. نبص على الخمسة، 0 1 0 1. خلصنا منها، خلاص نقسمها، احنا مش عايزينها. السي، ننزل للسي. السي عندنا اهي كام؟ 1 1 0 0. احنا كده حولنا. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي باستخدام الجدول؟ الجدول ده بيوفر علينا حاجات كتيرة قوي، بيوفر علينا شغل ندخل الامتحان نكتبه، اخدنا درجات ان احنا كتبنا اصلا الجدول، الدنيا تمام وحلينا. بص يا سيدي، احنا كده فهمنا التحويلات وشرحنا التحويلات كلها، ولسه هندي مسائل دلوقتي. زي ما بقول لك ان كل حاجه احنا بنستفاد منها ايه. احنا قلنا النظام العشري بنستفاد منه ايه، او احنا بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه والله ان احنا بنعد الارقام. قلنا النظام الثنائي هو الصفر والواحد، وده لغه الكمبيوتر. النظام الهكساديسيمال اللي هو السادس عشر بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في شويه حاجات مش مهم انك تركز فيها قوي، لان مش مطلوبه منك على فكره. انا قلت بس اقول لك احنا بنستخدمها في ايه. بنستخدمها في الوان الويب. عارف اللون ده؟ اللون ده اصلا بيكون كود، ممكن يبقى كده براحتك. يعني مثلا اللون الابيض شويه افات. دي الالوان. الوان بقى مواقع الويب لما تكون فرونت اند. عندك برضو في الماك ادرس. ماك ادرس ده بيكون عندك في الجهاز بتاعك. انا مش عايز اتكلم في تفاصيل قوي واشرح كتير، بس الحاجات دي بتبقى بالهكساديسيمال، عشان مش هنكتبها بالباينري تبقى كبيره قوي، لا احنا بنكتبها بالهكساديسيمال عشان تبقى صغيره، اللي هو النظام السادس عشر اسمه هكساديسيمال. وفي الذاكره والرسائل الخطا، مش مهم برضو اشرحها قوي، واحده واحده، لان مش مطلوبه منك اصلا. ان شاء الله لما تدخل حسابات ومعلومات تعرفها. تيجي بقى يلا نحل، وده الاهم بالنسبه لي. احنا بالنسبه لنا ان احنا نحل دلوقتي عندنا تمارين بنظام السادس عشر. رمز دي قيمته ايه بالنسبه لك يعني، او السؤال مش موضح قوي هو ايه بالنظام الثنائي. نيجي هنا نبص على دي، عندنا الجدول كتبناه. دي فين؟ دي فين؟ ايه عندنا؟ ايه 1 1 0 1. نسينا حاجه يا باشمهندس؟ انت عارف انك جاوبت ال 16. الاساس بتاعنا لازم نكتبه، صح ولا غلط؟ احنا بنحول ايه لثنائي اصلا. 2 يا باشمهندس، ده ثنائي، ده مش سادس عشر. سادس عشر بنكتبه اهو، يعني تيجي هنا دي ونكتب 16 الاساس بتاعنا. حلو. انت عرفت اصلا ان هي سادس عشر منين؟ لان الدي ده في السادس عشر بس، ولما تزود له كمان الاساس بتاعه تفهمها اكتر. حلو حلو. قال لك ايه؟ حول الرقم الجميل ده الى سادس عشر. قلنا اول حاجه هنقسم الرقم الكبير ده لجزئين او 3 أو 4، بس المهم يبقى 4 ارقام. ناخد بس من على الشمال 4 ارقام، 1 2 3 4، نقسم. الاربع ارقام التانيين موجودين. احنا كده عندها 8 ارقام، مفيش مشاكل. ناخد الاربع ارقام اللي عندي ناحيه الشمال، نبص عليها. 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1، اللي هو ايه؟ ال11. حول ده الى سادس عشر، مش 11. تبقى ايه يا باشمهندس؟ تبقى بي. اهي يا باشمهندس. نشوف اللي بعده. قال لك 0 1 1 0. نيجي هنا نشوف الجدول بتاعنا. 0 0 1، ايه جبتها؟ اللي هي 6. يبقى شايف الرقم الجميل الكبير ده بالنظام الثنائي اتحول للنظام العشري. ناسين حاجه، اوعى تنسى، اوعى تنسى. اللي بعدها بيقول لك حول 2 ايه نظام، هو كاتبها لك نظام السادس عشر الى نظام ثنائي. نمسك حته حته. 2 اهي، قال لك اكتبها ايه للنظام الثنائي. نيجي نبص هنا 0 0 1 0
0 0 1 0. خلصنا منها. نشوف الجزء الثاني الايه اللي هو بالنسبه لك انت 10. نبص عليه 1 0 1 0 اللي هو 10 10 يعني اهو. وما ننساش الاساس بتاعنا يا باشمهندس عشان احنا بنحول للنظام الثنائي. انت كده عرفت. تعال شوف الجدول ده عشان انا بحبه جدا الجدول ده. جبنا منه كل حاجه، حولت الانظمه بتاعتك، لان بجد في مسائل كتير وفي ناس بتحلها بكذا طريقه وكلها ايه بتضيع وقت. اسهل طريقه الجدول الجميل، بعد اذنك اكتبه، اوعى تتلخبط فيه. الله يكرمك، الغلطه بفوره ضيعت الدنيا. لو جيت هنا وعملت لي دي واحد مثلا، السؤال كله غلط. 0 بلاش تجيب 0 اهو يا باشا. الجدول تاني، الاسئله بتاعتنا والاجابات بتاعتنا، وان شاء الله تطلع صح. لو طلعت غلط انا هزعل مني جدا. يا رب تحلها، ويا رب تحل اللي في الكويز. ولو غلطت في الكويز انا هجي لك همسكك من رقبتك اخنقك. بص يا سيدي، هحفظهم لك تاني عشان ما تنساهمش. خلاص بقى، بص لغايه ما يبقى عندك 50 سنه انت فاهم الكلام ده. النظام العشري هو النظام البشر اللي بنعد بيه بالعشر اصابع بتوعنا. النظام الثنائي هو النظام بيكون فيه 2، حتى مكتوب لك الاساس هنا 10، الاساس هنا 2. النظام الثنائي هو النظام اللي بنستخدمه للكمبيوتر في المعالج والرامات والحاجات دي كلها. النظام السادس عشر اللي هو الاساس بتاعه 16 بنستخدمه في الوان الويب. مش عايز منك الا دي، سيبك من الباقي. حلو. وقال لك هنا الخلاصه، نقرا الخلاصه. قال لك الخلاصه العشري للبشر، الثنائي للالات، الماشين، الكمبيوتر، اي اله، والسادس عشر ده بيكون جسر ما بين المبرمج وبين الكمبيوتر عشان يسهل ايه العمليات دي كلها، ان هو يكتب بشكل سهل وبسيط. التحويلات بتاعتنا احفظها، مش هنحفظها، احنا مش حافظين، احنا فاهمين. قلنا الثنائي للعشري، ثنائي 1 1 1 1 عامة نكتب 1 2 4 8 كلهم مع بعض. ليه؟ عشان مفيش اصفار فمش هنشيل اي حاجه. نجمع 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8 هيطلع لنا 15. حلو قوي. انت كده عرفت ما بين النظام الثنائي للعشري. شرحتها بسرعه ليه؟ لان المفروض انت فهمتها وحلينا مسائل. انا حاسس ان انا متعصب صح؟ مش عارف ليه، عشان حاسس ان حد هيغلط. يا باشا اغلط، باشا اغلط، واعلمك تاني وتالت ورابع، من حقك انك تغلط، مش هتعصب تاني بقى خلاص. قال لك ايه؟ اجمع الوزن الخانات اللي فيها 1، الصفر ما تشوفهاش تاني. النظام العشري نحوله لثنائي. على الوقت نجرب السبعه، عايزين نحولها لثنائي. قلنا نعمل ايه؟ قلنا الاول نكتب 1 2 4 8. هل السبعه في الثمانيه؟ لا، 8 اكبر يبقى صفر. هل السبعه جوه بقى الاربعه؟ يعني الاربعه في السبعه؟ هتقول لي ايوه يا باشمهندس ينفع عادي، لان 4 لسه ناقصها شويه ارقام عشان نقدر ان احنا نكمل السبعه. يبقى 1. على فكره انا بشرح لك دلوقتي بطريقه مختلفه، بس هو نفس الكونسبت عشان لو ما حدش فاهم اللي فاتت يفهم دي. نجمع بقى، احنا دلوقتي معانا 4 جنبها ايه؟ 2. 4 و2 كام؟ 6. هل احنا لسه جبنا السبعه؟ هتقول لي لا يا باشمهندس يبقى نحط 1. تمام. دلوقتي احنا معانا كام؟ 4 و2 كام؟ 6. ناقصنا ايه؟ ناقصنا الواحد اللي موجود الحزين لوحده، نحط 1. يبقى التحويل هيكون 1 1 1 0. ثالث حاجه بقى ايه؟ النظام الثنائي للسادس عشر بالجدول، والعكس السادس عشر للثنائي. كل ده بالجدول. نشوف الجدول مكتوب فيه ايه، ناخد اللي في الجدول نكتبه. قال لك الاوزان بتاعتنا ايه؟ نضاعف بقى الرقم 1، نضاعفه ونضربه في 2. 2 4 8 16 32 64 128 256. اقعد اضرب الرقم في 2، هتتلاقي يا باشا بتوصل لارقام كتيره قوي. تمام يا باشمهندس؟ تمام يا باشمهندس. كده الملخص بتاعنا النهارده. انت كده فهمت وشرحنا الانظمه العدديه، النظام الثنائي، النظام العشري، النظام السادس عشر اللي هو الهكساديسيمال. الهكساديسيمال ما تلخبطش فيها، هو اسمه او انت هتدرسها النظام السادس عشر، بس هتسمع هكساديسيمال دي ان شاء الله لما تدخل الكليه والناس بتوع اللغات بياخدوها. اتكلمنا وقلنا ان الفكره عندنا ان احنا عندنا مخ البني ادم. مخ البني ادم مكون ليه شويه خلايا. هل محتاج تعرف دي او هتجيك في الامتحان؟ لا، انا بقول لك ده عشان افهمك الكمبيوتر. الكمبيوتر جوه ايه؟ ترانزستورز. قوه ترانزستور بيكون فيها 0 يا 1. خلصنا من الحته دي. النظام العدديه بتاعتنا عندنا النظام العشري ده للبشر، النظام الثنائي ده للآلة، النظام السادس عشر ده للمبرمجين. الاوزان بتاعتنا من الواحد لغايه، عيش بقى براحتك، اقعد ضاعف. قلنا الانظمه بتاعتنا اللي هو الثنائي ازاي بنحوله للعشري والعكس، ومن العشري للثنائي والسادس عشر بكل تفاصيله. خلصنا.
شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي. وان شاء الله ما كنتش طولت عليك. دلوقتي خد بريك، استريح، وبعد اذنك ادخل حل الكويز دلوقتي موجود على المنصه. سجل على المنصه، التسجيل مجاني، الكورسات كلها مجانيه بالكامل طول السنه. انا معاك، بتابع معاك. لو حليت غلط انا بشوف وبكلمك، بقول لك انت غلطت في 1 2 3، ممكن تركز عليه. مش بتخانق معاك على فكره خالص والله. جبت 5، جبت 10، جبت 15، انت زي الفل. الدرجه كده كده من 15. بعد كده ان شاء الله في امتحان في الاخر على كل الكورس. خلصت والدنيا زي الفل تمام، ادخل يا باشا على الكورس بقى والمنهج بتاعك، مفيش اي مشاكل. تدخل المنصه ازاي؟ اكتب على جوجل منصه ايمن ابو العلا، او الكيو ار كود اهو، او اكتب الدومين ده بس سهل، اكتب منصه ايمن ابو العلا. شكرا. هتدخل تسجل الحساب بتاعك برقم التليفون بتاعك وخلاص، مش محتاج اي حاجه. نشوف بس اخر سلايد بتاعتنا. شكرا لحضوركم، بحبكم في الله. معاكم اخوكم المهندس ايمن ابو العلا، واستنوني في المحاضره الجايه.